بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عياش عبد القادر، فلاح في بلدية الدوسن ولاية ولد جلال. راكم اليوم زرتونا، راكم في أحسن منطقة دقلة نور اللي اسمها على مسمى. دقلة نور هذه هي اللي نورمال الدولة تعتمد عليها وتحطها ثانية بعد البترول. اليوم بالصحراء الفلاح راه يعاني في معاناة كبيرة ياسر. الفلاح راهو يعاني من جهة القبار، من جهة الانجري، من جهة الخدام، من جهة الماتريال، من جهة كل شيء راهو يعاني، وخاصة عملية التسويق راهو المنتوج كما سنا راهو صالح 100%، وإنما التسويق راهو ما كانش خلاص. راه أي فلاح راه عنده نخلة شتا باعها للتاجر ولا راه عنده، راهو يعاني في تسويقها، شتا يبيعها للتاجر أو واحد يدخلها للسوق. اليوم الأسعار راهي هابطة خلاص، راهي يقل من 20,000 تحت 20,000، راهي ما يخرجش الفلاح، لأنه بعد 7 سنين ولا 8 سنين عاد يذوق منها، وبعد 10 سنين عاد ياكل منها. اليوم ينطحوا السوق راه ما كانش، السلعة ولات الأداة ولات غالية، الخدام غالي، البلاستيك هذا اللي رانا مركبينه غالي. البلاستيك اليوم الحمال ديك تطلع لنا العمارة ب10,000 ورانا رايحين. المقص اللي كان ب40,000 ولا ب200,000، المنجل اللي كان ب50,000 ولا ب400,000. اليوم رانا نعانوا ياسر من التسويق، ورانا نعانوا من ماذا بينا هذا النداء يلحق للسلطات، والسلطات لازمها تجي ترافقنا. وماذا بينا وزير الفلاحة هذا يزورنا، لازم يزورنا. الميساج اللي راه يلحق له راه غلط، يجي يزورنا للميدان ويشوف فينا رانا واش رانا تعابة، واش رانا مغبونين، ومرحبا به اليوم وغدوة يجي يزورنا. نلحقوا له الميساج، ماذا بينا نلحقوا له الميساج في الواقع هكا. وان شاء الله نتمنى من السلطات ترافقنا ويعطيكم الصحة. رحمة الله. معكم علوي محمد أمين، بلدية دوسن، ولاية ولد جلال، منطقة بروث. أنا في الخريف فصل جني تمور. يعني واش نقول لكم، ما بين العام اللي فات والسنة فرق كبير ياسر. عام السنة أرض. نطالب من وزير الفلاحة يدير لنا رانا ما عندناش وين ندوها، رانا عندنا ندوها للسوق نرجعوها، رانا ما عندنا حتى ما لقينا لهاش حتى حل. غرف التبريد راها معبيه، راها اللهنا، والنخله معبيه، والسوق معبي، والكراجات معبيه. يدير لنا وين ندوها. ها الفلاح راه مدقدق، عام السنه راه والو. طالبوا من ثاني من عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه، يا عمي تبون افتح لنا الحدود، خرجنا الدقله، خرجنا الرزق. هذا الرزق اللي حتجيب لنا به الفيات، وحتجيب لنا به الدنيا كل، تجيب لنا الطيوطه، وتجيب لنا البقري والقهوه والسكر والدنيا كل تجيبها بها. الحمد لله ها راه مازال معلق عندنا كل الخير. طالبوا منك يا سيد الرئيس دير لنا بارك لهذا الرزق، وبارك الله فيكم.